السلام عليك يا أبا عبد الله، يا غريب يا مظلوم كربلاء. فاز من تمسك بكم ومن لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم شهادتي فنفوز فوزا عظيما. أروحك أم روح النبوة تصعد؟ أروحك أم روح النبوة تصعد من الأرض للفردوس والحور سجدوا. ورأسك أم رأس الرسول على القنايا بآية أهل الكهف راح يرددوا. وصدرك أم مستودع العلم والحجايا لتعظيمه جيش من الجهل يعمدون. ولقد نصب الوحي العزايا ببيته عليك حدادا والمعزى محمد. وشطرت الأرض السماء بحزنها فواحدة تبكي وأخرى تعدد. كأن رسول الله قال لقومه خذوا وتركم من عترتي. خذوا وتركم من عترتي وتمردوا يلوح له الثقلان ثقل ممزق بسهمين وثقل بالسيوف وأعظم ما يشكي الغيور حرائره تضام وحاميها الوحيد فمن موثقين يشكو التشدد من يدين وموثقة تبكي فتلطمها. أريدك تنعى وياي ويا زينب هذه الليلة. زينب قاصدة أخيها للمعركة تقول الليل أقبل وأمشي
خي وقاع يا صاب حسين والله يا صاب يا صاب يقولون ما سألت زينب تقول سألت ايش قالوا لك والله يقولون ظل عاري بلا ثياب حسين والله بلا ثياب هذه هاي الابيات تصعب والدك انت تحكيها والله بلا ثياب ويقولون قلبه بشام ما صيوب حسين والله مصيوب وبعد شو يقولون جسمه على الوجه ما حسين اسمعي وقالوا بعد الرواية ماكو محاضرة الليلة ليلة حزن والله يقولون جسم على الوجه ما قلب ينجور حسين ويقولون حاله يفيت القلب حسين تقل اخويا من عادة اليوقع بالاكوان من عادة اليوقع بالاكوان ويصير للشاب ليشان تجي اخوته وتنشف الجيمان والله الجيمان وينزلوا له بوسط الميدان ابو علي ما حد يزعل الحسين ما عنده حد يزعله والله ينزلوا له بوسط الميدان والله ويسقوه ما ينشان عطشان والله يسقوه ما ينشان عطشان ويهفوا له باطراف الاردان لان هذا زعيم قوم هذا كبير هذا والله يهفوا له باطراف الاردان ويقلوا للشالم يا ريشان صوابك سهل يا علي الشايان والله يا علي الشايان ترى زينب عليها طالع انت اسمع تقول له يا علي الشايان خويا فزعنا لك من الخير نشوان والله نشوان وشعتذر منك ما علي الشايان تقول له اجيك منين قل دربك منين حسين اجيك منين قل لي دربك منين خويا تراني تحيرت يا خويا باثنين حيرت ما بين اجيك وبين اعوفك يا خويا حسين حيرتني ضفوفك
واذا جيتك يا خويا شلايان اشوفك واذا عوفك يصير القلب نصين شلون حيرة هاي واذا عوفك يصير القلب اسمع تقول لاخويا تراني تحيرت يا ابو علبيك اذا جيتك اعوفك لا اخليك لا اقعد بكترك بس اناغيك واسالف لك على حالي العشيان سولت زينب شنو صار وياك؟ اسمع تقول له دباصرني يا اخويا وشوف حالي ترى انا رخصيت دمعي كان غالي وعقب الخدر امشي بسبتالي هاي تالت حسين والله عقب امشي بسبتالي ترضى الهضم يرمضك حنين بعد شو تقول له؟ شنو حيرتها زينب؟ بس زينب صوتها ضعيف وما فيها تحكيها زينب متعبه ذيك الليله اي نعم كان اللي شافته كله بالنهار وبعدين شافت الذي جرى بعد مصنع الحسين والله الصوت الضعيف شو يقول لك تقول له اخويا احيرا بك لو بعيال واطفال حسين اخويا ونشف دمعتي لو دمك الشام وقضي العمر يا اخوي على هالحال يا اخوي يا ريت اخذ عمر خلافك البيت تقول اجيك منين يا جسمك ريمي ثواب على قدر الجواب والله اجيك منين جسمك ريمي حسين واذا جيتك يا اخوي شلون خويا نوح عليك وعلي لا تنحاب علي انت مصيبتك كبيره وانا مصيبتي اكبر حسين خويا نوح عليك لا تنحاب علي حسين والله لا نتناوب الحنة ولي حسين اسمع ما سمع الجواب زينب بن الحسين ما جاوبها كل هاي الشكوى كل هاي الحيرة كل هاي المصيبة ما سمع الجواب اسمع تقول له تجاوبني هذا بيت الدعاء وسلكم الدعاء ومرصد من يحيى يفضل من محسن اللي ضيف علينا هنا بالمجلس
والله تقول له تجاوبني جاوبني يا خويا وعوفنا امرك تجاوبني يا خويا وعوفنا امرك ترى شعب القلب لمصاوي أبو علي خايا صدق مطروح ومشلبه هدومك صدق مطروح ومشلبه هدومك يا خويا تمنيت العمى ولا تشوفك